اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في منوعات مع رشا. لو اول مره تشوفوا القناه لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. هنعمل مع بعض النهارده القرص الطريه بطريقه حلوه قوي. كيلو دقيق هيطلع لك الكميه الحلوه اللي انت شايفاها دي، كميه كويسه قوي من كيلو دقيق، والطريقه كانت جميله والشكل متهيألي واضح من غير اي كلام. خليكي معايا وما تروحيش في اي حته، هقولك على المكونات اللي يخليها ازاي تطلع بالشكل الحلو قوي دوت، وازاي تطلع طريه سواء اللون من فوق زي من تحت. وهنفتحها كمان مع بعض. شايفين الفراغات عامله ازاي، واللون الاصفر اللي موجود هقول لكم في الفيديو ازاي تطلعي اللون الاصفر اللي موجود ده. هناخده واحده كده محشيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا بنات الحشوه؟ هجيبها لكم من قريب علشان تشوفوها اهي. شايفين الجمال عامله ازاي؟ ادي اللي محشيه وكمان اللي من غير حشوه. يا رب تكون واضحه اهي، واللي محشيه كمان اهي. كانت حلوه قوي ومظبوطه. اوعي تروحي في اي حته، ادخلي على الفيديو واسمعيه ان شاء الله هيعجبك. هنسمي الله وهنبدأ في المقادير على طول. اول حاجة معايا نص كوباية من السمسم، كوباية الا ربع من السمنة او الزبدة الموجودة عندك، والنص التاني هيكون زيت. يعني على بعضهم كده كوباية من السمنة والزيت، بس الربع هيكون زيت، ومعلقة صغيرة من المرطة، واخدة كمان فيها السمنة. الحتة دي مش هتلاقيها غير عندي هنا. حتة المرطة دي بتودي الطعم في حتة تانية خالص، بتبقى اخدة بقى طعم السمنة، فبتكون حلوة قوي يعني، واخداها بالسمنة اللي فيها كده. ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقتين من السكر، ومعلقه وربع من الخميره. خميره فوريه، والخميره دي مجربينها قبل كده وكويسه. معايا لبن رايب. عملت اللبن الرايب ازاي؟ جبت لبن من السوبر ماركت، او الناس الفلاحين اللي بيبقوا موجودين ومعاهم الازايز هتجيبي منها، لكن العلب المعلبه مش هيديكي النتيجه اللي انت شايفاها دي. القشطه كمان هشيل، انا هعملها بقشطته بكله على بعضه، لكن المعلقتين اللي شلتهم طبعا عارفين هيروحوا فين. طعمها حلو قوي. يعني دي القشطه فعلا اللي انت بتشتريها من الفلاحين. هتجيبي اللبن مش هتغليه ولا حاجه، وهتحطيه في بوله زي ما حطيتها كده، او لو عندك طواجن هتحطيه فيها. حلو كده يعني. حطيته ليله، تاني يوم لقيته زي ما انتوا شفتوه. معايا نص كوبايه من الميه تكون دافيه، حطيت معلقه ونص من الخميره ومعلقتين من السكر. معايا هنا طاسه، هاخد معلقه من الكوبايه بتاعت الزبده اللي احنا شايلينها، هاخد بس منها معلقه، وهنزل بنص كوبايه السمسم. هديها تحميصه صغيره، بس في غلطه هنا عملتها مش عاوزاكم تقعوا فيها. بعد ما حسيت ان هي خلاص كده خدت التحميصه اللي عاوزاها، فضيها على طول على الدقيق، ما تسيبهاش في الطاسه. يعني انا سيبتها في الطاسه يعني حوالي دقيقه، فحسيت ان هي يعني حبه صغيرين كده من القاع اخدوا لون زياده. فانتي اول ما تطفي عليها شيليها وحطيها على طول على الدقيق. معايا كيلو من الدقيق. بعد كده هنزل بالزبدة، مش هسخنها ولا حاجة، عاوزاها بس تسيح، تفك بس من بعضها. اول ما احس ان هي سخنت كده هطفي بقى عليها، وهتبصي تلاقيها كلها ساحت مع بعض، يعني كده طافية النور. بعد كده هنزل على الدقيق كمان زي ما انتم شايفين كده، مش مسخناها ولا حاجة، يا دوبك هتفك. شايفين بقى الخميرة عملت ازاي؟ الخميرة مظبوطة. قلت اجربها كمان معاكم، لكن لقيتها فارت ما شاء الله. يعني العجينه مش هتاخد معايا نص ساعه، واقل من نص ساعه كانت خمرانه. بقول لها خليكي زي ما انت كده. هسيبها دلوقتي وهقلب الدقيق بالزبده اللي حطيتها وكمان السمسم. هقول لكم دلوقتي بقى سر الصفار اللي كان في القرص. كركم. عندك كركم هتاخدي معلقه صغيره من الكركم، او اقل يعني معلقه الا ربع من المعالق بتاعه الشاي الصغيره. ما حطيتش كتير، وشفتي اللون اللي شفتيه دلوقتي لونها بيبقى حلو قوي، بتعزز فعلا اللون. بعد كده هنزل بالخميره الاول، ان انت هتقلبيهم كويس، هتبسسي السمنه بالزيت اللي احنا حطيناهم
وبعد كده هنزل بالخميره. طبعا الرخامه عندي كانت نضيفه، شلتها لان دي يعني مقادير ومعيار مظبوط حطيته، فالرخامه كانت نضيفه زي ما انتم شايفين، شلته كله حطيته. وبعد كده نزلت بالمرطه. المرطه بقى بتودي الطعم في حته تانية خالص، يعني بتبقى واخده من السمنه البلدي، بتشمي ريحه السمنه وطعم السمنه البلدي كانك عاملاها بالسمنه البلدي. اللبن الرايب طبعا كنت حاطه نص كوبايه من الميه مع الخميره، حطيت دلوقتي كوبايه ونص كمان، يعني كوبايتين سوائل حطيتهم. هشوف هتاخد ايه تاني. هي هتاخد معايا بالظبط 3 كوبايات من السوائل. فانتي شوفي بالظبط العجين. طبعا الدقيق بيبقى مختلف دقيق عن التاني، يعني في زي ما قلت لكم انواع كتير قوي من الدقيق طالعه. فشوفي انتي الدقيق بتاعك هياخد قد ايه، حطي كوبايتين ونص، والكوبايه التالتة ما تحطهاش غير لما تشوفي العجينه بتاعتك هتحتاج ولا لا. العجينه كويسه قوي، مظبوطه قوي، ده اللي اتبقى. وكمان القشطه بوريها لكم دي شلتها، طعمها كان حلو قوي. شوف العجينه طريه ازاي، طريه ومش بتلزق في الايد. السوائل طبعا مخليها كويسه. بصي السمسم كام واحده كده مديه لون متحمص قوي، فما تعمليش الغلطه دي زي ما قلت لك، لكن بعد ما يستوي كل ده مش هيبان. هغطيها بستريتش او اي كيس التلاجة عندك، وهغطيها كويس. بعد كده هنشوف الحشوة ايه. معايا عجوة، ومعايا كمان معلقة من السمسم، واحط معلقتين من السمنة البلدي. هي جامدة، لكن هحاول يعني بتطرى بعد كده. السمنة معلقتين السمنة اللي حطيتهم بتطريهم، وهتعمليهم كور صغيرة زي ما انت شايفة كده. العجينة ما اخدتش يعني اقل من نص ساعة او نص ساعة بالظبط، كانت خمرانة، يعني ما اخدتش وقت خالص. بوكس كده زي ما انت شفتي علشان نهبط الخمر بتاعها شوية. وبعد كده هنشوفه هنعمله فيها ايه. هنعمله كور صغيرة. الكور طبعا انت بتعمليها على حسب ما انت حابة القرصة بتاعتك كبيرة او صغيرة، لكن المقاس اللي هعمله معاكم دلوقتي مظبوط قوي. السادة هتكوريها على طول وهتحطيها. اللفة اللي بعملها دي بتخليها من تحت متسوية وكويسة. القرصة بعد ما بتستوي بتلاقيها من تحت متسوية. فانت حاولي، سهلة جدا، انت هتضغطي وايدك هتلفها. بوريكي بصي بتبقى ملفوفة، ولو لقيتي حتة صغيرة كده بتسويها قبل ما بتحطيها. الجزء اللي هيتحشى هحشيه على طول، بس انت الافضل بصراحة، والطعم اللي كان حلو قوي ومظبوط قوي اللي كانت محشية. طب انت مش هتحشيها، في نقطة، لو مش هتحشيها زودي كمان معلقة سكر. لكن انا عارفة ان انا هحشيها، فحطيت معلقتين من السكر، لان العجوة بتدي طعم كمان، بتبقى مسكرة شوية. مش هتحشيها زودي معلقة سكر. هنا هستخدم كف ايدي، يعني بصي بحاول بكف ايدي. انت هتضغطي على العجوة بكف ايديكي كده تتفرد، وهتقفليها زي ما بقفلها. تقفيلتها سهلة جدا. ضغطة كمان بكف ايدي وهسيبها. طب يعني هي كده خلاص ده المقاس اللي هعمله؟ لا خالص، يا دوبك بقفلها كويس وبسيبها، علشان لما اجي احطها في الصينية وافردها كويس هتكون واخدة شكل مدور معاكي، وهتتفرد معاكي على طول. ايوه قفليها كويس. المهم هنا ان انت تقفليها كويس وبكف ايدك كده، وهتضغطي عليها. سهله خالص، ما اخدتش مني وقت خالص. يعني انت ممكن تقومي الصبح اول حاجه تبداي بيها ان انت تعجنيها وتسيبيها تخمر، هتخلصي جزء من اللي وراكي، وبعد كده هتبداي تعمليها. سهله جدا، ما اخدتش مني وقت، وبعدين ده كيلو دقيق مش هياخد حاجه. بكف ايدي زي ما قلت لك. شوفي هنا واخده الشكل المدور، وبتطلع مدوره معاكي على طول. شكلها اهي خمرانه النص، يعني ما خمرتش قوي، ان هي ارتاحت ان انت تفرديها، بتتفرد معاكي على طول. وبترجعي بصوابعك كده بتسويها كويس. ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم قرص الافران اللي هي بالسمسم من فوق، وبعديها القرص الناشفه. ان شاء الله هعمله لكم ورا بعض. نصيحه مني، اعملي اكتر من كيلو، طعمها حلو وهتطلع ناجحه معاكي، ما تقلقيش خالص. الفرن طبعا مولعاه من قبليها. هتولعي الفرن من فوق ومن تحت على نار عاليه، بعد ما بتسيبيها ترتاح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان تقبي معاكي في الفرن. يعني انت ضروري قوي ان انت بعد ما بتشكليها بتسيبيها ترتاح. وده كان شكلها في الفرن، قبت وكانت جميله. بولع الفرن من تحت ومن فوق.
خدي بالك ما بتاخدش وقت في الفرن وبتلاقيها احمرت. زي ما قلت لك بحطها في الصاجة، يعني انا اللي فوق بحاول انزلها تحت واللي تحت احطها فوق ان هي تحمر. في الشوايه حطيتيها في فرن البوتاجاز هتولعي الصاجة من فوق ومن تحت على نار عالية علشان ما تنشفش منك، وان شاء الله تطلع ناجحة. اول ما تطلع غطيها بالفوطة على طول هتلاقيها ردت وبقت طرية. وده كان لونها، والمعلقة الا ربع الكركم ده سر اللون الاصفر، مدي لون اللي انتوا شايفينه ده. ان شاء الله تجربيها وتنجح معاكي، كانت جميلة قوي قوي قوي. وبكده خلاص خلصنا. يا رب اكون وصلت لكم المعلومة، ان شاء الله تجربيها وتعجبكم. اهم حاجة الفرن في السوا ان انتي تدخليه على درجة حرارة تكون عالية، تولعي من فوق ومن تحت. لو ما عندكيش مروحة هيطلع بالسوا اللي انت شايفاه ده. اللون الاصفر طبعا قلت لكم في الفيديو ايه اللي مخلي اللون الاصفر. ما تكتريش الكركم. لما تطلعيه من الفرن هتغطيه على طول وتستني عليه شويه، هيطلع ناشف. بعد كده هيطرى معاكي على طول، يعني اول ما يطلع ناشف كده ما تتخضيش ولا حاجه، هيطرى ان شاء الله على طول. ما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. حبايبي اللي بحبهم قوي 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 في الله، اشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامه.